واش نخلي خدمتي ونبدا الفريلانس ديريكت ولا نبقى في خدمتي ونخلي الفريلانس غير فكره مستقبليه في دماغي؟ هذا السؤال كيبان ساهل، ولكن الا جاوبتي عليه باه ولا لا وبلا تريث وبالزربه غالبا غادي تكون خديتي واحد القرار بريسك طالع وكتغامر بلا اشارات ايجابيه اللي خاص في الاصل تبازا عليها. في هذا الفيديو ما غاديش نقول لك خرج من خدمتك وما غاديش نقول لك بقى في خدمتك، غادي نعطيك واحد الطريقه باش تحسم القرار بريسك اقل، وغادي نهضر لك حتى على الجانب القانوني خصوصا الا كنتي خدام في المغرب وعندك كونطا. قبل ما نبدا معكم عافيه ومهدي مبرمج فريلانسر، ديروا لايك كومونتير وعطونا الاراء ديالكم وبارطاجيو هذا الفيديو مع شي واحد باغي يدخل الفريلانس بطريقه مؤطره وبلا عشوائيه. قبل ما تفكر تخرج من خدمتك وتبدا الفريلانس، سول راسك ثلاثه ديال الاسئله. السؤال الاول، واش عندي مهاره واضحه الناس مستعدين يخلصوا عليها؟ ماشي غير كنعرف ديزاين ولا كنعرف نكود، ولكن اشنو المشكل اللي كنحل ولمن واشنو النتيجه اللي كنوعد بها. السؤال الثاني، واش عندي بورتفوليو كيثبت هذا الشيء؟ ماشي بورتفوليو فيه غير ليست ديال التكنولوجيز اللي كنخدم بهم، ولكن بورتفوليو فيه بروجيات اللي تحلوا بهم مشاكل واضحه موفقه بالنتائج. السؤال الثالث، واش عندي احتياطي مالي؟ بالنسبه ليا الا كنتي غادي تفكر تخرج من الخدمه خاص يكون عندك على الاقل 6 شهور ديال المصاريف. علاش؟ لان في البدايه كتكون شويه ديال الصعوبه من ناحيه الاستقرار المالي، ولان في هذه المرحله كاين احتمال كبير بانك تخرج الفلوس اكثر ما تدخلها، زائد غادي تقطع لك واحد المدخول اللي كان مضمون شهريا من الخدمه ديالك الرئيسيه. إلا جاوبتي بالله على هاد الأسئلة بثلاثة، فالقرار الأقرب للصواب هو ما تخرجش دابا من خدمتك الرئيسية، بقى في خدمتك ولا قلب على خدمة أحسن ولا ستاج وبني ستاج ديالك، المهارة، البورتفوليو، العلاقات وطريقة التواصل مع الكليان. إلا كنتي خدام دابا وعندك دخل قار، غالبا القرار الذكي ماشي هو تخرج من خدمتك مباشرة. القرار الذكي هو تجرب الفريلانس على جنب، ولكن خاصك تفهم واحد الحاجه مهمه، الفريلانس ماشي صفه قانونيه ولا بصيغه واحده اخرى ماشي ستاتيو جوريديك، الفريلانس غير طريقه ديال الخدمه. هنا خاصنا نبدا بعدا بواحد التنبيه مهم، هذا الشيء ماشي استشاره قانونيه وانا ماشي رجل قانون، انا هنا كنعطيك غير واحد الفريمورك عام باش تخدم بشكل قانوني، ولكن الا بغيتي المعلومه بشكل ادق سول محامي، محاسب ولا شي مختص في مدونه الشغل. اما باش تخدم قانونيا وتعطي فاكتور للكليان خاصك تكون عندك صيغه قانونيه واضحه، يعني هنا خاصك تفهم واحد جوج ديال المستويات. المستوى الاول، واش مسموح لك تخدم على جنب قانونيا وانت سالاري؟ المستوى الثاني، كيفاش تعطي فاكتور للكليان بطريقه قانونيه؟ الا كنتي خدام في القطاع الخاص ما تفترضش مباشره بانك حر تخدم اي حاجه على جنب، رجع العقد ديالك ولا القانون الداخلي وريغلومون انتيريور ديال الشركه وشوف واش فيه شي حاجه من هادو كلوز ديكسكلوزيفيتي، يعني واش العقد كيمنعك تخدم اي نشاط واحد اخر حتى خارج اوقات الخدمه. كلوز دو نون كونكورونس، يعني واش ممنوع لك تخدم في مجال كيقدر ينافس الشركه اللي انت خدام فيها ولا مع كليان مشاركين في نفس السوق. كلوز دو كونفيدونسياليتي، يعني السر المهني، تعطى الكود، التصاميم، ملائحه الكليان، الاسعار، استراتيجي ولا اي معلومه داخليه داخل الشركه. والا كنتي خدام في القطاع العام فونكسيونير ولا خدام شي مؤسسه عموميه ما تتعاملش مع هذا الموضوع بحال في القطاع الخاص، لان الوظيفه العموميه عندها قواعد اكثر صرامه في مساله النشاط الخاص. هنا خاصك تسول الاداره ديالك ولا مختص قانوني قبل ما دير اي خطوه. وزيد على هذا الشيء واحد القواعد واضحه، ما تخدمش الفريلانس في السوايع ديال الشركه، ما تستعملش بيسي ديال الشركه، ما تستعملش الايميل ديال الشركه، ما تستعملش الكود ولا الداتا ولا الملفات ديال الشركه، ما تخدمش مع كليان ديال الشركه من وراهم، وما ديرش نفس الخدمه اللي كتنافس بها المشغل ديالك، خصوصا الى الكونطرا ديال الخدمه كتمنع هذا الشيء. حتى هنا ما بقيناش غير في نجرب الفريلانس، هنا دخلنا في مشكل قانوني واخلاقي اللي يقدر يضر الخدمه والسمعه ديالك. باش تخدم قانونيا ما خصكش تخلص على خدمه بلا اطار قانوني، يعني ما خصكش تخدم نوار. الا بغيتي تخدم في السوق بطريقه مؤطره قانونيا خاص تكون عندك واحد الصيغه قانونيه اللي تقدر من خلالها تصرح بالمداخيل وتعطي فاكتوره. في المغرب عندك غالبا جوج ديال الاختيارات على حسب العلم ديالي. الاختيار الاول مقاول ذاتي اوتو انتربرونور، هاد الصيغه مزيانه لك في الاول كفريلانسر، وخصوصا الا كنتي باغي تيستي الفريلانس مع الكليان. كتقدر تسجل كاوتو انتربرونور الا كان النشاط ديالك مسموح في هذا النظام ولا كنتي باقي داخل السقف ديال رقم المعاملات. بالنسبه للخدمات السقف هو 200,000 درهم في العام، وبالنسبه للانشطه التجاريه الصناعيه والحرفيه السقف هو 500,000 درهم في العام. ملي كتولي اوتو انتربرونور كيولي عندك واحد المعرف قانوني فحال الاي سي او ولا ايدونتيفيون فيسكال، وكتقدر تعطي فاكتوره للكليان. الفاكتوره خاص يكون فيها على الاقل السميه ديالك، العنوان، المعلومات القانونيه، معلومات الكليان، رقم الفاكتوره، تاريخ الفاكتوره، شنو الخدمه اللي درتي والثمن. ولكن رد بالك من واحد النقطه مهمه، الا كنتي كتقدم خدمات وخدمتي مع نفس الكليان وصلتي معاه ل 80,000 درهم في العام، فالزائد على 80,000 درهم كيولي داخل في واحد القاعده ديال غوتوني لا سورس بالنسبه ل 30% اللي خاص الكليان يقتطع
يقاطعها ويصرح بها. يعني الاطار ديال المقاول الذاتي مزيان باش تبدا تيستي السوق، ولكن ماشي ديما هو احسن حل الا كنتي غادي تخدم مع كليان واحد كبير على مده طويله. الاختيار الثاني سوسيت. الا بداو كيجيو كليان كثار ولا عندك كليان كبار ولا باغي تفرق ما بينك وما بين البيزنس بالجانب المالي والقانوني، ولا عندك مصاريف كثار وبغيتي تكونطابيليزيها، شركاء تي في ولا عقود اكبر، فهنا خصك تفكر في شركه بحال اس ار ال ولا اس ار ال اسوسي اونيك. ولكن هذه ماشي خطوه ديال التيست الاول، هذه كتجي ملي كتبغي تسكيلي الفريلانس كبزنس اللي عطى الاشارات ديال المداخيل اكبر. اذا الا كنتي خدام وباغي تجرب فريلانس قانونيا، حط قدامك هاد التشيك ليست. اولا قرا مزيان الكونطرا ديال الخدمه ديالك. ثانيا ما تنافسش الشركه وما تستعملش الموارد ديالها. ثالثا اختار صيغه قانونيه باش تعطي فاكتورات الكليان ديالك. رابعا اعطي فاكتورات الكليان ديالك وديكلاري المداخيل. خامسا الا ما فهمتيش شي بند قانوني في الكونطرا عندك ولا شي وضعيه ضريبيه، سول كونطابل ولا محامي. الهدف هنايا هو تبدا التيست ديال الفريلانس بطريقه مؤطره وبلا عشوائيه وبلا ما تخرق القانون. دابا الى الامور القانونيه واضحه وعندك مهاره وبورتفوليو واطار قانوني باش تفاكتوري، من الاحسن ما تخرجش من خدمتك مباشره. دير تجربه صغيره، وجد عرض واضح ديال الخدمه، مثلا كنخدم صفحات هبوط لاندينغ بيجز ديال برودكت موجه للبيع، ولا كنعاون اصحاب الاستشارات ولا اللي كيبيعوا سيرفيسز يخدموا صفحه هبوط كتجيب لهم الناس مهتمين بالخدمه ديالهم. من بعد خدم مع جوج ولا ثلاثه ديال الكليان، ومن بعد وض تجربه ولا حتى تساليها سول راسك، واش قدرت تلقى كليان مهتمين بالخدمه ديالهم مستعدين يخلصوا عليها؟ واش قدرت نحدد الثمن الخدمه ديالي بلا ما نضيع؟ واش قدرت ليفري الخدمه في الوقت؟ واش قدرت نتعامل مع التغييرات والضغط؟ واش هاد الخدمه دخلت فلوس بشكل ممكن يتعاود؟ واش هاد النمط ديال الخدمه مناسب ليا نفسيا ماشي غير عجبني الفكره؟ حيت كاين فرق ما بين الفريلانس عجبني حيت فيه الحريه، والفريلانس مناسب ليا حيت درت واحد التجربه وقدرت نعيش النظام ديالو. دابا القرار كيولي واضح. الا كانت الشخصيه ديالك كتميل للفريلانس وعندك مهاره كتدخل الفلوس للكليان وعندك بورتفوليو كيثبتها وجربتي مع كليان والسوق تجاوب معاك وعندك احتياطي مالي وامور قانونيه ديالك مقاده، هنا تقدر تفكر تمشي في الفريلانس اما بالتدريج اما بشكل كامل على حسب الوضع المالي ديالك. اما الا جربتي ولقيتي بان الفكره زوينه ولكن تطبيق عياك نفسيا ولا هذاك تقلب على الكليان شفتك ولا المداخيل مازال ماشي ستابل ما عجباتكش، فهنا بقى في خدمتك دابا. هادشي ما كيعنيش بانك فشلتي في الفريلانس، هذا القرار ديال تبقى في خدمتك في هذه الحاله هو عقلي اللي وصلتي ليه مورا واحد التجربه ديال الفريلانس. اما الا من مورا التجربه ديال الفريلانس اكتشفتي بان المشكل ماشي في تخدم خدمه عاديه ما عجبكش، ولكن المشكل كاين في هذه الشركه اللي انت خدام فيها حاليا، فمن الممكن انه الحل ماشي هو الفريلانس، من الممكن انه الحل هو تبدل الخدمه، تبدل التيم ولا حتى البوست ولا تنيغوسي على صالح احسن في نفس الخدمه. الا وصلتي حتى لهذه المرحله وتفرجتي في الفيديوهات بثلاثه اللي من قبل ديال هذا البلاي ليست، غادي تكون فهمتي بان القرار ديال تولي فريلانسر ولا لا ما تاخذش عشوائيا. القرار بنيناه بالتدريج مبازين على 4 ديال الحوايج: شخصيتك واش كتماتشي الفريلانس اللي شفناها في الفيديو الاول، المهاره ديالك واش قويه ماليا اللي شفناها في الفيديو الثاني، والبورتفوليو ديالك واش مهيئ للفريلانس اللي شفناها في الفيديو الثالث، والظروف ديالك الماليه والعائليه ونتيجه التجربه الصغيره ديال الفريلانس اللي شفنا في هذا الفيديو الاخر. الفريلانس ما كنعزلوش غير باش نهربوا من الخدمه العاديه، والخدمه العاديه ماشي كيف ما كيتسوق لها من الانفلونسرز انها كتحيد لك الحريه. كل مرحله في الكارير ديالك عندها واحد القرار المناسب ليها، وكل شخص واشنو صالح ليه، وانت دابا اشنو القرار الاقرب لك. تبقى في خدمتك، جرب فريلانس على جنب مع الخدمه الرئيسيه، ولا تدخل الفريلانس بشكل كامل. كتب لي في التعليقات علاش، ولا عجبك الفيديو سيبورتي بواحد لايك وبارطاجيه باش تعمل فائده. اديوس.